من 3 شهور بالظبط قررت ان انا اشتري الايفون 14 برو ماكس، وللاسف انا جاي النهارده عشان اقول لك ليه ندمت اني اشتريت الجهاز ده وايه الحاجات اللي ضايقتني منه جدا. بالفعل الجهاز ده ما عجبنيش. فمن غير اي كتير خلونا نبدا الفيديو بسرعه، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اقول لك ان الايفون 14 برو ماكس ما عجبنيش لمجرد ان انا رحت اشتريته، لا هو ما عجبنيش عشان الجهاز اللي كان معايا قبله. يعني بكل بساطه انا قبل الايفون 14 برو ماكس كان معايا ال 13 برو ماكس. طبعا متوقع ان جهاز اعلى في سنه جديده فهيكون اعلى في المواصفات وفي كل حاجه، لا بالفعل في حاجات هنا كانت اسوأ من الايفون 13 برو ماكس. خلينا نبتديها واحده واحده. اول حاجه التصميم. تصميم الايفون 14 برو ماكس كان هو نفس تصميم ال 13 برو ماكس، مع اختلاف تصميم الشاشة اللي بيجي بال دايناميك ايلاند اللي كانت بصراحة شداني جدا جدا قبل ما اشتري الجهاز، ولكن بعد ما اشتريته احبط. ليه؟ لاني مش حاسس ان هي مميزة، مش حاسس ان هي حاجة مميزة، مش حاسس ان هي في اختلاف ما بينها وما بين ال 13 برو ماكس. فدي كانت اول حاجة اصلا كنت عايز اشتري الجهاز عشانها، وبعد ما اشتريته ما حسيتش ان هي تستاهل اصلا ان انا ادفع مبلغ كبير زي الفرق ما بين ال 13 برو ماكس وال 14 برو ماكس. فبصراحة دي اول حاجة في الجهاز ما كانتش يعني زي التوقعات، ما كنتش متوقع ان هي هتكون بالملل ده. تاني حاجة في تصميم الجهاز ما عجبتنيش خالص وهو وزن الجهاز. الايفون 13 برو ماكس كان وزنه 229 جرام حاجه زي كده، وكان لذيذ، كان توزيع الوزن بتاعه كان افضل كتير من ال 14 برو ماكس. الايفون 14 برو ماكس 240 جرام، 240 جرام ومش متوزعين كويس. التقل كله عند الكاميرات هنا. طول ما انا ماسك الجهاز بستخدمه ايدي بتوجعني، ايدي مع الوقت او مع مسكة التليفون ايدي فعلا بحس انها بتنمل، بحس ان ايدي مش مظبوطة. بصراحة جهاز تقيل جدا جدا وغير قابل للاستخدام الادمي، وانا اصلا ايدي صغيرة. انا اساسا مش بحب الاجهزة الماكس، ولكن انا بشتريها عشان بتحافظ على سعرها وعشان كمان البطارية بتاعتها. فبصراحة يعني جهاز تقيل جدا جدا جدا، وانا منصحش ان اي حد ايده صغيرة يشتري جهاز زي ده. لو عايز حتى جهاز كبير بشاشة كبيرة روح لل 13 برو ماكس افضل. خليني قبل ما اكلمكم عن تالت حاجة ما عجبتنيش اقول لك ان الجهاز ده احلى حاجة فيه هي الشاشة، ودي فعلا الحاجة اللي بتخليه متفوق على ال 13 برو ماكس، لان الشاشة بتيجي بكواليتي افضل وبكثافة بكسلات، لا مش كثافة بكسلات، وبنسبة سطوع اعلى، نسبة سطوع ممتازة جدا في عشات الشمس. فبصراحة كويسة جدا. والتصميم الجديد لحد ما اللي هو ما حسيتش بفرق كبير، ولكن هو تصميم شكله اشيك. تالت حاجة بقى ما عجبتنيش خالص خالص في التصميم هو بروز الكاميرات. الجهاز ده بروز الكاميرات بتاعه سيء جدا جدا جدا، يعني فوق ما انت متخيل. الجهاز حرفيا انا بخاف احطه على ظهره لان الكاميرات بارزه قوي، يعني بارزه قوي، مخيفه بصراحه. ال 13 برو ماكس كنت بمشي بالجهاز من غير كفر عادي جدا، الجهاز ده مش عارف امشي بيه من غير كفر، لان بحطه على اي ترابيزه او اي سطح مستوي بلاقي ان الجهاز بيلق بشكل كبير جدا بسبب بروز الكاميرات الاوفر، وده اكبر بروز كاميرات انا شفته على اي موبايل في الدنيا كلها. فبصراحة موضوع الكاميرات البارزة دي هي برزت عشان التطور اللي على الكاميرات، ولكن لما نيجي نتكلم على الكاميرات كمان شوية اصلا كسبيكس هنعرف ان التطور مش اللي هو الواو، وفي نفس الوقت بروز الكاميرات كبير جدا جدا خلى تصميم الجهاز مش افضل حاجه. تعالى بقى اقول لك عن رابع حاجه ما عجبتنيش في الجهاز ده، وطبعا زي ما انتم عارفين المعالج اللي بيجي في ال 14 برو ماكس هو ال A16 بايونيك. وبصراحه قبل ما الجهاز ده يتم الاعلان عنه انا كنت متحمس جدا عشان اجرب المعالج الجديد بتاع ابل، لان دايما اجهزه ابل بتيجي بمعالجات خارقه ومعالجات اقوى من السنه اللي قبلها، ولكن للاسف المعالج ده انا ما حسيتش باي فرق ما بينه وما بين ال A15 بايونيك اللي كان موجود في الايفون 13 برو ماكس. المعالج مجرد احسن منه 20% فقط، 20% ما تحسهمش، 20% مستحيل انت كبني ادم طبيعي تحسهم في الاستخدام. لو حطيت الجهازين جنب بعض وجربت الجهازين جنب بعض مش هتحس بالفرق ده تماما. الفرق ضئيل جدا جدا. حد هيرد عليا يقول لي بس حتى لو فرق ضئيل جدا جدا هو مازال ال 14 برو ماكس افضل. ايه اللي ضايقك؟ اللي ضايقني المبلغ اللي انا دفعته في جهاز زي ده.
يعني انا جبته عشان اجربه واعمل عنه فيديو وكل حاجه، ولكن انا اتضايقت ان الجهاز دفعت فيه فلوس وفي نفس الوقت ما خدتش الامكانيات اللي نفسي فيها او الامكانيات اللي كنت بحلم بيها. فبصراحه من ناحيه الاداء انا ما حسيتش باي فرق خالص. ال 14 برو ماكس هو ال 13 برو ماكس، مفيش اي اختلاف. فانا لو هنصح حد يروح يشتري جهاز منهم هقول له روح لل 13 برو ماكس على طول دايركت، مش محتاجه تفكير. خامس حاجه وهي اهم حاجه اشتريت برضو عشانها الجهاز، وهي الكاميرات. طبعا زي ما انتم عارفين ان ال 14 برو ماكس كان اول جهاز ابل تعلن عنه بيجي بكاميرا 48 ميجا بكسل. فانا بصراحه اللي عارف انت عايز اجرب بقى ال 48 ميجا بكسل، جهاز جديد وكاميرا جديده، وطبعا السنسور ده اول مره يكون موجود في اجهزه ابل. فقلت انا عايز اجربه ورحت اشتريت الجهاز عشانه. فما جيت جربت ما لقيتش برضو اللي انا كنت متوقعه. يعني مثلا الفرق في التفاصيل كبير جدا عن ال 13 برو ماكس، ولكن انا لما انزل صوره على السوشيال ميديا او ان انا شايف صوره مش هقعد ازوم في الصوره عشان اشوف التفاصيل. انا كل اللي انا محتاجه الصوره كده من بعيد تكون شكلها حلو والوانها حلوه، وده بيقدمه ال 13 برو ماكس عادي جدا. نفس الكواليتي اللي بيقدمها ال 14 برو ماكس هي نفس ال 13 برو ماكس، مفيش اي اختلاف غير التفاصيل بسبب ال 48 ميجا بكسل. وما بتبانش كمان الا لما بتصور رو، والرو طبعا بيكون حجم الفايل بتاعه كبير جدا فبياخد من المساحه، وانا المساحه دايما كنت بجيب ال 256. فال 256 في ال 13 برو ماكس كانت بتتملي بسرعه ابطا من ال 14 برو ماكس، فالمساحه هنا بتتملي بسرعه جدا. ده غير كمان ان الفيديوهات حجمها اكبر، لان الكواليتي بتاعت الفيديوهات المفروض ان هي بقت افضل، ولكن برضو مش هتحس بالفرق ده الا من الكاميرا الاساسيه. هتحس بعزل شويه في الخلفيه بسبب ان السنسور حجمه بقى اكبر، ولكن زي ما قلت لك مش الفرق اللي انا اروح ادفع فيه مبلغ كبير فرق ما بين الجهازين. ال 14 برو ماكس كاميرات ممتازه، كاميرات خرافيه، ولكن ما تستاهلش ان انت لو معاك ال 13 برو ماكس تروح لل 14 برو ماكس تحت اي ظرف كان. لو عايز تجيب جهاز اعلى استنى ال 15 وروح هات، انما ال 14 برو ماكس وال 13 برو ماكس مفيش فرق كبير ما بينهم. واحقاقا للحق الحاجه فعلا اللي اختلفت عن ال 13 برو ماكس بشكل كبير غير الكاميرا الاساسيه. الكاميرا الاساسيه زي ما قلت لك في تصوير الفيديو بقت افضل وفي التفاصيل بقت افضل، ولكن الكاميرا الاماميه بقى فيها اوتو فوكس، ودي حاجه عجبتني، يعني حاجه عجبتني جدا كميزه، ولكن ما بستخدمهاش. انا ما بستخدمش اصلا الكاميرا السيلفي الا قليل جدا جدا. كل استخدامي للكاميرات الخلفيه بسبب صناعه المحتوى اللي انا بعملها بضطر ان انا استخدم الكاميرا الخلفيه كتير، فالكاميرا الاماميه مش بستخدمها كتير، ولكن الكاميرا الاماميه احسن من الموجوده في ال 13 برو ماكس بفرق واضح. بطاريه الايفون 14 برو ماكس بتيجي شبه نفس بطاريه ال 13 برو ماكس، مع اختلاف حوالي 30 ملي امبير اقل حاجه زي كده، ولكن المفروض ان دي مش هتدي اختلاف كبير. ولكن كاستخدام فعلي انا كان معايا 13 برو ماكس كان بيكمل معايا ليوم ونص، هنا ال 14 برو ماكس بيكمل معايا ليوم وممكن يفيد حاجات بسيطة، ولكن مش زي ال 13 برو ماكس. في فرق هنا في الاستخدام حوالي نص ساعة، ونص ساعة دي بتفرق معايا لان انا معظم وقتي بيكون بره البيت في الشغل، فبتفرق معايا موضوع النص ساعة زيادة او اقل. فبصراحة ال 13 برو ماكس برضو بطاريته كانت افضل من ال 14 برو ماكس، ودي حاجة محبطة. انت عارف حتى لو زيها برضو دي حاجة محبطة، انا دافع فلوس اكتر ورحت اجدد عشان اخد حاجة اعلى، ولكن اللي ابل عملته ان هي ادت حاجات بسيطة، فيتشرز حاجات بسيطة وانا ما استخدمتهاش في الاخر. يعني مثلا حاجة زي الاولويز اون ديسبلاي، الاولويز اون ديسبلاي لو شغلتها اصلا بتاكل البطارية، ولكن انا كمان مش مشغلها فمش مستفيد بيها في حاجة، فهي ميزة جديدة ولكن انا ما استفدتش بيها. فكل حاجة جديدة في الجهاز هنا انا ما استفدتش بيها، فبالنسبة لي ال 13 برو ماكس افضل وما يستحقش ان انا ادفع فرق عشان اجيب ال 14 برو ماكس. ودي نصيحة لاي حد معاه ال 13 برو او ال 13 برو ماكس، اوعى تروح لسلسلة ال 14 دلوقتي، استنى لما ال 15 ينزل وشوف هل التطورات تستاهل ولا لا، واكيد هتكون تستاهل لان فرق جيلين بيكون فيه تطورات اكبر. وبس كده، وبكده اكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، ولينك الانستجرام عندك في الكومنت. لو عندك اي استفسار كلمني هناك، ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.